الفيلم ديالنا البداية ديالو في غابة مهجورة، وفجأة كيبانو 4 ديال الأشخاص كيجريو وسط الغابة بسرعة كبيرة، والخوف والرعب باين على الوجوه ديالهم. باين أنهم كيهربوا من شي حاجة وكيحاولوا ينقذوا حياتهم من الموت. ولكن للأسف باربارا مرات دوغلاس طاحت، وفجأة كيظهر مخلوق مخيف جرها من رجليها. كلشي بقى غير كيشوف فيها وخايف، حتى واحد ما قدر يدير شي حاجة. الزوج ديالها تصدم ودخل في حالة انهيار. وهذا الشيء كان غير البداية ديال الفيلم. من بعد كيبانوا لنا 5 ديال الأصدقاء غاديين يخيموا في نفس الغابة اللي وقعت فيها هذه الحادثة، وحتى واحد فيهم ما عارف بأنهم غاديين الموت برجليهم. شوية وهي تبان لهم بلاكة مكتوب فيها طريق مسدود. نزلوا من الطوموبيل وبقاو كيتشاوروا بيناتهم، وقرروا يكملوا الرحلة على رجليهم للبلاصة اللي باغيين يوصلوا ليها. بقاو غاديين وسط الغابة ضاحكين وناشطين، كل شيء هو هذاك. فاش قربت الشمس تغرب، اليسا قالت لخوها جيف يلا رجعوا قبل ما يطيح لينا الظلام. بقى كيهضر معاها حتى قنعها باش يكملوا الطريق، وهما جالسين كيهضروا وفي نفس الوقت كيرتاحوا. مات ناض من حداهم كيقلب على شي بلاصه فين يقضي حاجته. شويه هو يبان ليه واحد الساكادو، فجبدوا القاع ديال شي عسكري. مشى عند صحابو ووراه ليهم، وبقاو كيتعجبوا اش جابوا لديك البلاصه. ما عطاوش الموضوع اهميه وكملوا الطريق ديالهم. حتى غربات الشمس بداو يلوموا جيف حيت ما سمعش ليهم من الاول، وهو اللي زطمهم باش يكملوا الرحله. وهما كيهضروا ماندي ضربات بالبيل في واحد الشجره، بانت لها شي حاجه في شكل. مشات باش تشوف شنو داكشي وهي تغوت. جاو كاملين يشوفوا شنو كاين، بانوا ليهم اعضاء بشريه مزلعين في ديك البلاصه. كل شيء بقى مصدوم. ومن خلال هاد اللقطه غادي نفهموا باللي هذيك الجثه ديال مرات دوغلاس اللي بانت في اول الفيلم، والحاجه الوحيده اللي جات في بالهم ديك الوقيته هي يهربوا من تما في اسرع وقت. وهما كيجريو وسط الغابه لقاو واحد المخلوق غريب، الشكل ديالو بشع ومخيف، وعرفوا باللي هاد المخلوق غالبا هو اللي كلا هذيك الجثه اللي شافوا، وإلا ما هربوش غادي ياكلهم حتى هما. فجأة سمعهم هذاك الوحش وشافهم وتبعهم، وهما كيجريو وهو تابعهم. بان ليهم واحد الكهف صغير تخباو فيه، وبدا جيف كيهدن فيهم باش ما يخافوش. وبالصدفة بان ليهم منزل خشبي وسط الغابة. قال لهم سيروا نتوما سبقوني، انا غادي نشد التركيز ديال الوحش ونتبعكم. غير هما تحركوا والوحش هجم على جيف وبدا كياكل فيه. اليسا بقات كتبكي وتغوت وهي كتشوف خوها في ديك الحاله. صحابها بداو كيجروا فيها باش تمنع براسها، وفاش وصلوا للباب ديال داك المنزل لقاوه مسدود، وبقاو كيضربوا في الباب باش يحلوا ليهم. الوحش بعد ما سالا من جيف تبعهم، وفجأة الباب تفتح وشي واحد بدا كيجرهم لداخل. وللاسف اخر وحده اللي هي ماندي شد داك الوحش من رجليها وجرحها. كل ما المرأة اللي لداخل نقدتها بواحد الخشبة شاعلة فيها العافية، في آخر المطاف كون كلاها. داك المخلوق ما بغاش يتفاك معاهم، كل مرة كيرجع يبقى يضرب في ديك الدار باش يدخل ليهم. شوية الصوت ديال داك الوحش بعاد، وبقاو كيتعرفوا على دوك الناس اللي نقضوا حياتهم. من خلال الصورة غادي نعرفوا باللي هادوك صحاب دوغلاس اللي بانوا في الأول ديال الفيلم، حتى هما محبوسين تما. وفجأة بان دوغلاس كيهضر من الطابق الثاني، وقال لهم دابا حتى واحد فينا ما غادي يخرج من هاد الغابة حي من بعد ما الوحش عرف المكان ديالنا. وهنا بدات كارلا كتعاود ليهم باللي كانوا مسافرين وخسرات بهم الطوموبيله في الطريق، ونزلوا يقلبوا فين يباتوا حتى الصباح باش يكملوا. وقع اللي وقع حتى لقاو راسهم هنا، وباللي هاد الوحش ذكي وكيعرف نقاط الضعف اللي كاينين في المنزل وكيدخل منهم. وهنا اتفقوا باش يزيدوا يقويوا البلايص اللي ضعاف باي حاجه موجوده في المنزل باش يمنعوه ما يدخلش. اليسا خافت بزاف وترعبات. بدا ماط كيحاول يهدنها، وفي هاد اللحظه الوحش رجع وبدا كيضرب في الباب بالجهد.
من بعد ما تهدنات القضية شوية عاوتاني اتفقوا باش يطلعوا الطبقة الثانية باش يبعدوا ما أمكن. ولسوء الحظ فاش طلعوا لقاو الوحش قدر يهرس السرجم ويدخل لواحد الغرفة. شافهم وهجم عليهم. بقى كارلو مات مقاتلين معاه باش يسدوا عليه الباب. شون جاتو الفكرة ديالو يرش عليه رذاذ الفلفل الحار، وبالفعل داكشي اللي دار وهرب الوحش. من بعد بداو كيفكروا كيفاش يهربوا من تما، وكل واحد كيعطي الفكرة ديالو. دوغلاس قال لهم خاصنا نزربوا نخرجوا من هنا قبل ما يرجع لينا. أليسا قالت لهم نبقاو في بلاصتنا أأمن لينا من برا حتى يجيو يعتقونا السلطات. قال لها دوغلاس باللي طلب المساعدة شحال من مرة وما جا حتى واحد. ومن بعد ما لقاو حتى شي تخريجة قرر مات انه يضحي براسو باش يساعد صحابه، وباللي هو سبورتيف ويقدر يسبق الوحش الى جرى حتى للطريق باش يجيب المساعدة وينقذهم. أليسا بقات كتغوت عليه وما بغاتش صاحبها يمشي، ما سخاتش بيه، ولكن هو وعدها انه غادي ينجح في المهمة ديالو وغادي يرجع ليها. وبالفعل بدا كارلو شون في تشتيت تركيز الوحش باش يعطيه فرصة لمات باش يهرب. يسحاب ليهم نجحوا في المهمة ديالهم. الساعة سمعوا مات في اللاسلكي كيغوت وعرفوا بلي الوحش شدو وكياكل فيه. جا راجع كارلو شون للمنزل كيجريو باش يهربوا من الوحش. الساعة سد عليهم دوغلاس الباب وفكر فكرة إجرامية أنه يخلي الوحش ياكلهم باش يستغلوا الفرصة ويهربوا. الساعة حتى وحدة ما بغات توافق لي على هاد الفكرة وناض صداع بيناتهم. وفيكي ما بغاش تخلي راجلها ياكلوا الوحش وتشادات مع دوغلاس حتى ضربها جابها في الأرض. استغلت أليسا الوضع وعيطت على كارل في اللاسلكي باش يمشي للباب ديال الكوزينة وغادي تفتح ليهم. دخل كارل مشى ديريكت لعند دوغلاس ضربو حتى غيب. فاش فاق لقى راسو مربوط في الخشب ديال الدروج. وفي هذا الوقت أليسا في واحد الغرفة وهي في حالة يرثى لها بعد ما فقدت خوها وخطيبها. وجات عندها ماندي تواسيها وقالت لها باللي حاملة وكانت مخليه هادشي مفاجأة لجيف. وفي هذه اللحظة قررت أليسا أنها دير ما في جهدها باش تنقذ ماندي. شوية بدا اللاسلكي كيصدر واحد الإشارة، قالوا وقيلا مات مازال حي. بداو كيتبعوا ديك الإشارة لقاوها جاية من القبو. هنا أليسا ما فكرات جوج المرات وقررت تهبط تشوف صاحبها واش مازال حي. وهبط معاها كارل وماندي ويا ريتهم ما هبطوش حيت لقاو الوحش كيتسناهم في القبو. هجم عليهم وتعرض له كارل بقى كيتضارب معاه. ماندي وأليسا لقاو مات كله دمايات ومعضوض، هزوه طلعوه للدار وللأسف كارل كلا هداك الوحش. دوغلاس قال لهم هذه الفرصة ديالنا، مات كيموت نعطيوه الوحش ياكلو ونهربوا حنا. أليسا ما حملاتوش وبقات كتسب فيه وقالت له هذا راه انسان، واش انت بعقلك ولا مريض؟ وجاتها فكرة ديال يحبسوا هذاك الوحش في المنزل ويشعلوا العافية. دوغلاس عجباتو الفكرة ديال أليسا وقال لهم فكوني باش نطبقوا هذه الفكرة. فوا طلقوه شد واحد الخشبة وبدا كيقتل في مات. كلشي بقى مصدوم داكشي اللي كيدير وما قدر حتى واحد يقرب ليه. شد الجثة ديال مات وفتح الباب باش يخرجها للوحش، وفجأة طار عليه الوحش وبدا كياكل فيه. وفي هذه اللحظة هربوا للقابو باش يجيبوا ليسانس باش يحرقوه. الوحش من بعد ما سال من دوغلاس تبعهم للقابو وتم داروا الخطة اللي كانوا راسمين وشعلوا العافية في داك الوحش، وبقى كيتشوط ويغوت حتى مات. عجبهم الحال وحسوا بالراحة وسحب لهم صافي تهناو منه وخرجوا بالزربة من المنزل. وهما هاربين سمعوا شون وراهم كيغوت وسمعوا صوت داك الوحش كيخلع وعرفوا باللي ما كاينش غير واحد، كاينين جوج. وللأسف قدر يوصل لفيكي حتى هي وكلاها. بقاو غير هما بجوج، كل شي مات وبداو كيجريو وسط الغابة بدون توقف، وبالخوف ما قدروش يشوفوا وراهم. حتى لواحد اللقطة طاحت ماندي للأرض وبدات كتشجع فيها أليسا، ولكن للأسف داك المخلوق
وصل عليهم، وفي لحظة نقز على أليسا وبدا كياكل فيها. ماندي شافت داك الديكور وخا سخفانة بالخلعة ناضت وبقات كتجري وسط الغابة، وعرفات بلي داك المخلوق كيشم الرائحة ديال الشخص وكيتبعها، وجاتها الفكرة ديال أنها تغطي الجسم ديالها بالطين وتلوح حوايجها في الاتجاه المعاكس باش تلف الوحش وتكسب الوقت باش تهرب. وبالفعل كملت الطريقة حتى وصلت للطوموبيل. يلا بغا زدي ماري وزيد، هو ينقز عليها الوحش، هرس الجاج ديال الباب وبغى يجبدها. بقات مقاتله معاه حتى قدرات تزيد بالطوموبيل. طاح الوحش قدامها، كسيرات مزيان ودازت ليه على راسو حتى تفرشخ، ولا رجعات دازت عليه باش تأكد أنه فعلا مات، ومشات في حالها بسرعة كبيرة من بعد ما فقدات أصدقائها كاملين. وفي واحد اللقطة كيبان وحش آخر حدا هداك اللي قتلاتو، يعني أنه ما كاينش غير جوج، كاين بزاف ديال المخلوقات في هذيك الغابة. حتى لهنا غادي يكون تسالى الفيلم ديالنا، موعدنا في ملخص فيلم آخر إن شاء الله.